السلام عليكم حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. الفيديو ديال اليوم مميز. اسمحوا لي بزاف اني طولت عليكم الغيبه شويه، ولكن مع الظروف. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون في المستوى. فيديو جديد كما العاده، وشي حاجه مميزه ان شاء الله. تابعوا معايا حتى الاخير تشوفوا الفيديو فين غادي نمشيو وفين الوجهه ديالنا. كنتمنى ما تنساونيش كما العاده من لي لايك والاشتراك اللي كيدخل عندي اول مره وكيشاهد القناه ديالي، وكنطلب منكم شويه ديال التشجيع باش القناه ان شاء الله تستمر. وهذا اللي غادي نكون ان شاء الله. تابعونا حتى الاخير، وشكرا على المشاهده والمتابعه. نتلاقاو ان شاء الله في هذه الخرجه. يلا مع السلامه. بزاف شي بخير صح كيت على خير. عدنا لكم حبايبي من جديد. كما كتشوفوا هنا التحقت بالزميلات ديالي والزملاء باش نشاركوا ان شاء الله في الحفل التكريمي لاستاذنا الفاضل لحسن الطاهري، استاذ الاجتماعيات التاريخ والجغرافيا، اللي احنا مده هذه طويله تقريبا 30 سنه ما شفناه. وان شاء الله تكون هذه هي المناسبه باش نشوفوه ونزوروا ونحيوا مع ديك الايام ديال الدراسه، وكذلك نحيي صلة الرحم مع الأساتذة ديالنا الآخرين والزملاء ديالنا في الدراسة. والحمد لله أنا فرحانة بزاف أني شاركت في هذه المبادرة الطيبة اللي عملوها زملاء الدراسة لتكريم الأساتذة في إعداديات أكادير الكبير اللي أنا درست فيها. ولي شرف كبير أني نحضر ونشارك فيها ولو بالقليل. وإن شاء الله كنتمناو هذا التكريم يكون في المستوى. وتابعوا معنا حتى الأخير باش تشوفوا بعض التفاصيل لهذا الحفل الرائع والمميز بالنسبة لنا جميعا بدون استثناء. حبايبي بعد حفاوة الاستقبال اللي استقبلنا بها أستاذنا الفاضل لحسن الطاهري ومن الزوجة ديالو ومن أفراد العائلة اللي ما شاء الله عليهم، يعني حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللي معروف أصلا عن جميع المغاربة. وهنا غادي نخليكم مع إلقاء كلمة يعني الافتتاح أو كلمة عن أستاذنا الفاضل لحسن الطاهري من طرف الزميل حسن بوزمان. وكما كتشوفوا هادو بعض الشواهد اللي غادي نقدموها في الحفل، وبعض الهدايا من طرف الزملاء لأستاذنا الفاضل. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينته علينا وثبت أقدامنا إن لقينا. فنحن ولله الحمد نلتقي مرة أخرى في لقاء الود والوفاء، في لقاء المحبة والوئام.
حيث تسمو المشاعر وتتعانق الأشواق وتنبع الأفراح من الأعماق. فما أروع اللقاء حينما يفوح أريجه بحضور هؤلاء الأشراف السادة الأساتذة الكرام، وما أروع اللقاء كذلك حينما تتجمل صورته بملامح هؤلاء الأعزاء زملائي وزميلتي في المجموعة. أرحب بالجميع. فالخليقة المحمودة التي وهبها الله نعمة مكارم الأخلاق وحسن السلوك، فمن طينتها ومن معدنها تحسب شخصية هذا الإنسان الفاضل والأستاذ طيب الذي نظره اليوم، بحيث كان على الدوام مميزا بكرم الشيم وحسن السجايا وبرفعة الشمائل. وأيضا من خلال اسمه الكامل يجمع بين خصلتين محمودتين، الحسن والطهارة، فهو حسن الطبع، حسن الطلعة والمحيا، حسن التصرف والمعاملة. وأيضا طاهر الفكر والروح، طاهر النفس والفؤاد، نقي الضمير، سليم المبدأ، إنه الأستاذ الحسن الطاهري. تندرج في سبيل إحياء هذيك صلة الرحم بين علماء التلاميذ والأساتذة ديالهم، وكتندرج كذلك في إطار ترسيخ هذيك الثقافة ديال الاعتراف. فكنتمنى لهم التوفيق في المهام ديالهم، وكنتمنى للجميع التوفيق في المسار ديالهم المهني ولا في المسار ديالهم الأسري. والسلام عليكم ورحمة الله. زملائي الأساتذة القدامى، بناتي وأبنائي التلاميذ الذين أيضا صاروا رجالا والحمد لله. بالنسبة لعلاقتي بالأستاذ الطاهري، الأستاذ الطاهري هو أولا أستاذ اجتماعيات، ومعروف أن أساتذة الاجتماعيات تربطهم علاقة كبيرة مع أساتذة اللغة العربية في التنشيط الثقافي وفي التنشيط التربوي وفي كل الجوانب. كان متعاونا مع زملائه بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك ما لاحظته آنذاك وهو أنه شخص بشوش، لا تجد السي الطاهري مكدرا، لا تجده حزينا، ولا تجده إلا وهو مبتسم. وهنا حبايبي بعد ما تم إلقاء الكلمة من نائب عن زملاء ديالنا، وكذلك كلمة من الأستاذ الفاضل وباقي زملائي الأساتذة، تتم الآن عملية توزيع الهدايا والشواهد للأستاذ الفاضل والبعض الموجودين في الحفل. هذه عهود الله وعهد في عنقي يدعوني مدى الأيام بأن تبقى في دمي يا معلمي، هاك قاسمي لحن في فمي في فمي في فمي يا معلمي، هاك قاسمي لحن في فمي في فمي في فمي. هيا نحو الأقلام لنبدد كل ظلام، وبنور الحبر الأزرق نرسم واجب الأحلام، ونخط حروفا بيضاء ثم نحمل أعلام لرسول العلم نحيي ونغني في الأيام. يا معلمي هاك قاسمي لحن في فمي في فمي في فمي. الشكر الجزيل لمجموعة امتنان لأفرادها ذكورا وإناثا اللي تيتيحوا لنا الفرصة أننا نتلاقاو في هذا الجو الأخوي الأبوي الأسروي الرائع الممتاز. ثانيا الشكر الجزيل لأسرة
السي الطاهري الحسن اللي استقبلتنا وكرمتنا وقدمت لنا ما طاب ولذ من الطعام، وأكثر من ذلك وأكبر من ذلك صدر رحب وترحاب نحس به ونعتز به. وكذلك احنا بدورنا عني انا والنيابه على زملائي والاساتذه الكرام نشكر استاذنا الفاضل السي الطاهري على حفاوة الاستقبال والترحيب والكرم الضيافة، هو وأهل البيت ديالو اللي ما شاء الله عليهم استقبلونا أحسن استقبال بواحد الحفاوة رائعة، ونشكرهم جزيل الشكر على ما قدموه لنا من ما لذ وطاب. وإن هذا يدل على كرم الأستاذ وأهل بيته، وأكيد الكرم المغاربة معروف يعني دائما. وهكذا إن شاء الله سوف تستمر تكريمات الأساتذة الفاضلين ما دام فينا نبض. أطال الله في عمرهم ورزقهم دوام الصحة والعافية. وبهكذا حبايبي وصلنا لآخر الفيديو. كنتمنى الفيديو يكون في المستوى، أنا ما طولتش عليكم، بغيت الفيديو يكون ممتع وماشي ممل، وإن شاء الله تستمتعوا به. كنقول لكم كما العاده ما تحرمونيش من لي لايك واشتراك في القناه اللي كيشاهدني اول مره. كنقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، الى فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.